عاكسه القدر وأتعبته الإصابات وكادت أن تنهي علاقته بكرة القدم، لكن حليش عاكس الظروف وتغلب عليها. ابن بجراح لاعب أكاديميكا كويمبرا البرتغالي، خريج المدرسة الكروية العريقة ناصر حسين داي، صاحب 27 ربيعا، كسر القيود صغيرا ودخل عالم الاحتراف من بوابة بنفيكا، يعار بعدها إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي ويشارك معه في 44 لقاء مسجلا 8 أهداف. التحق بعدها بكتيبة الشيخ ربح سعدان الذي وثق به، فباد له حليش الثقة أداء راقيا ومقنعا في جميع المباريات التي خاضها، ليصبح بعد أشهر قليلة من ركائز المنتخب الوطني. مشاركة رفيق مع الخضر كانت في تصفيات كأس العالم وإفريقيا 2010، أين كان بصم على مباراة كبيرة في القاهرة بين مصر والجزائر، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها بعد الاعتداء على حافلة الخضر، إلا أنه أظهر روحا قتالية عالية ساهم من خلالها في التأهل الثالث للجزائر إلى مونديال جنوب إفريقيا. تألق ابن بجراح تواصل خلال كان 2010 في أنغولا، أين سجل هدفه الوحيد رفقة المنتخب في مرمى مالي، مؤهلا الأفناك إلى الدور الثاني. تألقه في التصفيات منح له تأشيرة مشاركة أولى في المونديال ببلاد مانديلا، وتمكن من الوقوف الند للند أمام هجوم روني وإنجلترا في كاب تاون. حليش لعب لموسمين في ماديرا البرتغالي قبل عودته لبنفيكا الذي قرر إعارته لنادي جيماريش، ولكنه رفض ذلك مفضلا الانتقال لفولهام الإنجليزي ليبقى جليس دكة البدلاء بفعل الإصابة تارة وخيارات مدربه تارة أخرى. عودة حليش إلى المنافسة كانت بعد 607 أيام كاملة عن آخر مشاركة له في مباراة رسمية، ليسترجع بعدها مستواها المعهود، ما عجل بعودته المنطقية لقائمة أليلوزيتش المونديالية بعدما كان من بين المرشحين للسقوط من القائمة المونديالية، يخالف أليلوزيتش التوقعات ويبعد جديورا. فهل سينجح رفيق في بعث مشواره مع الخضر من بوابة البرازيل؟